السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل التشيكن سويت اند ساور. الاكله الصيني دي جميله قوي 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 حرفيا. حتى لو انت ما بتحبيش الاكل الصيني صدقيني الاكله دي هتعجبك قوي. جربيها وحاولي تجددي من مطبخك ومن اكلك شويه، وولادك كمان هتلاقي ولادك بيحبوها قوي قوي قوي. الفراخ بجد واخده، بعد ما قليناها خدت لون ذهبي واستوت 100% وشربت من الصوص. حرفيا الفراخ روعه يا جماعه، روعه. الفراخ دايبه دايبه كده. وكمان عملنا معاها المكرونه الفيتوتشيني وعملناها بالخضار بتاعها وقدمناها في الطبق ده. يلا بينا نبدا ونشوف الخطوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي هنا اول حاجه كيلو من صدور الدجاج. بتجيبي صدور الدجاج صحيحه، مش مقطعه شرايح بانيه، بتجيبيها صحيحه وتغسليها في شويه من الملح والليمون، وبعد كده تنشفيها كويس قوي 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 عشان مش عايزين ميه في الفراخ تعجن الدقيق. وبعد كده تقطعيها بقى قطع، ولا هي صغيره ولا هي كبيره، يعني قطع كده متوسطه. وهاجي هنا عندي كوبايه من الدقيق، هنزل عليها بشويه ملح وفلفل، وهتبلها بشويه توابل. عندي هنا بصل بودر وتوم بودر وتوابل الدجاج دي بتديها طعم حلو قوي، توابل الدجاج. وعندي شويه بابريكا. هنزل كل ده على الدقيق، على كوبايه الدقيق وهقلب كله. وهاجي هنا بالفراخ اللي انا قطعتها، غسلتها وقطعتها، هنزل هعفرها بالدقيق اللي انا تبلته اهو. طبعا انت بقى قلت لك تنشفيها كويس قبل ما تقطعيها عشان خاطر ما تعجنش معاكي في الدقيق. هاجي هنا في طاسه سخنه فيها زيت، هبدا انفض الفراخ من الدقيق كويس قوي وانزل بيها في الزيت شويه شويه، ما تمليش الطاسه قوي برده. وهسيبها لغايه ما تاخد لون جولد كده، ذهبي، لون ذهبي. مش هعلي النار قوي عليها علشان خاطر ما تتحرقش من بره وما تستويش من جوه، فانا هخلي النار عليها متوسطه، تمام، عشان خاطر انا عايزاها تستوي. بس هسيبها بقى لحد ما تديني لون ذهبي اهي. بعد ما وصلت للون الذهبي ده هبدا اطلعها. هكمل بقى الكميه. هنا في ميه مغليه هسلق المكرونه الشرايط او المكرونه الفيتوتشيني. اهو قاعده بكمل الكميه بتاعه الدجاج اهي كلها، هقليها واطلعها باللون الجولدن ده الجميل الخطير ده. والمكرونه الشرايط قربت تستوي اهي، فاضل لها 3 دقايق كده وخلاص واصفيها. هي الاكله دي سهله قوي على فكره، ما بتاخدش 3 دقايق، سهله جدا على فكره. هو بس قلي الفراخ اللي خد مني وقت شويه. المكرونه الشرايط اهي استوت، هصفيها بقى. اخر شويه قطع دجاج اهي خلصتها الحمد لله، طلعها. وهنا المكرونه الفيتوتشيني بعد ما صفيتها حطيت لها شويه زيت عشان ما تعجنش في بعضها، ومستنيه بقى اخلص الخضار والحاجه واحطها عليها بقى. وهاجي هنا في طاسه سخنه هجهز الخضار بتاع المكرونه. هنزل اول حاجه بشويه من الثوم، وبعد كده هنزل بالبصل والفلفل الالوان وحطيت برضو شويه من الفلفل السبايسي، اللي ما بيحبش السبايسي ما يحطش. بعد كده هنزل بالجزر
شرايح برضو، كل الحاجه مقطعاها شرايح بالطول عشان احافظ على الشكل. وهنزل بشويه من الكرنب، هي الاكله دي بيتحط لها كرنب، تمام، كرنب سلطه. انا عايزه الخضار يبقى معايا في قرمشه شويه، يعني انا مش عايزاه مستوي 100% عشان هي الاكله الشاينيز كده. فهقعد اقلب شويه لحد ما احس ان الخضار بدا يستوي، بس لسه فيه قرمشه، فهطفي على طول. هي الاكله الصيني دي فيها كرنب، انت لو مش عايزه ما تحطيش، تمام. مش عايزه اقول لكم الريحه يا جماعه رهيبه رهيبه. وعلى ما الخضار يستوي كده شويه، طبعا احنا قلنا عايزين يكون فيه شويه قرمشه. هنجهز الصوص بتاعنا، بتاع الصوص السويت اند ساور. عندي هنا 4 معالق من الخل، شويه من الصويا صوص يعني بتاع نص مج كده، 3 معالق من السكر، معلقتين من الخل، وعندي هنا مج ميه بارده هحط عليه معلقه من النشا وهدوبها فيه، معلقه ممكن معلقتين كده، وادوبها فيه على البارد طبعا. بس هو ده الصوص اللي ايه السويت اند ساور. طبعا هو بيتحط له سكر اكتر من كده، الاكله الاصليه اصلا فيها بتاع مج سكر، بس احنا كمصريين مش بنقدر نستحمل كميه السكر دي. هنزل هنا على الخضار برشه من الملح، هنزل على الخضار بالصويا صوص بتاعتي والخل، معلقتين الخل، و3 معالق سكر كبار، وال4 معالق كاتشب. هقلب كله مع بعضه، وهنزل على الصوصات والحاجات اللي انا حطيتها دي بالنشا اللي انا جهزته، معلقتين النشا اللي انا دوبتهم في ميه بارده، هنزل بيهم. لو لقيتي الصوص افتح منك ممكن تزودي شويه من الصويا صوص، ويا ريت تستخدمي نوع صويا صوص يكون لونه غامق قوي، يكون اللي هو اللون اللي لونه غامق جامد. هزود شويه، هسيبهم يغلوا والصوص بتاع النشا يتقل معايا اهو. الصوص تقل معايا، هنزل بقى بالفراخ اللي انا كنت قلياها نص قليه اهو. الصوص تقل معايا، هنزل بقى بالفراخ اللي انا كنت قلياها وكانت تقريبا مستويه بالكامل، هنزل بيها في الصوص اللي انا عملته ده. الريحه يا جماعه رهيبه رهيبه، الاكله دي بجد تحفه تحفه حرفيا. هقلبها شويه خليها تتشرب من الصوص. لقيت الصوص تقل قوي فهزود شويه ميه، بصي لما تستخدمي نوع صويا صوص غامق، هي الاكله اصلا المفروض بتبقى غامقه كده، مش المفروض بتبقى فاتحه بس. وهنزل بقى بالحاجه دي كلها على المكرونه الفيتوتشيني اللي انا سلقتها من شويه، بس هسيب بس الفراخ تتشرب شويه بس من الصوص ده. هاخدها بقى وانزل بيها على المكرونه، خلاص اهو خالص تمام. اهي غرفتها كلها على المكرونه اهي. الصوص حرفيا روعه، تحفه يا جماعه، تحفه والله، وريحتها رهيبه، هتعجبك قوي باذن الله. كده لازم تجددي من مطبخك وتعملي اكل صيني وتعملي اكل كوري وتعملي حاجات جديده، مش لازم يفضل مطبخك ماشي على وتيره واحده، كده هتحسي بالملل والزهق. صدقيني جربي الاكله دي، حتى لو انت ما بتحبيش الاكل الصيني الاكله دي هتعجبك لانها حرفيا لذيذه جدا. وبالف هنا وشفا. طب شوف بقى لو في صوت طالع